مفيش حمل كاذب، ده أطرف تعليق جالي من أحد المتابعين. الصبح كنت بتكلم على فتحة أسعار الذهب. الذهب فتح الصبح عند 3355 وده كان سعر الإغلاق بتاع يوم الجمعة، وفتح عند نفس السعر، يعني مفيش فجوة سعرية. الفجوة السعرية قلت لك قبل كده هي الفرق ما بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح، وبتكون كبيرة لو في حدث جلل أو كبير حصل ما بين الافتتاح والإغلاق. بحكم ان الدنيا كانت هاديه يوم السبت والحد، سعر الافتتاح النهارده هو سعر الاغلاق بدون الفجوه السعريه. المهم فتح عند 3355 وطلع لغايه 3374، يعني حوالي 19 دولار في حوالي ساعه، ساعه وربع. وبعد كده بدا يريح تاني ونزل لل 3355. قلت ان انا عندي منطقه مقاومه عند 3360، لو اخترقها وقفل فوقها يبقى ده كده مش اختراق كاذب. ولو طلع فوق ونزل تحت تاني وقفل تحت ال 3360 بقول ده اختراق كاذب. فجالي رد: ده مش حمل كاذب ولا اختراق كاذب، الذهب طالع يا باشا. اقول لك ان العبره في الاخر بشمعه الاغلاق. يعني انا لما اقول لك عايز اشوف ده اختراق كاذب او حمل كاذب زي ما الناس بتقول، اشوف السعر النهارده هيقفل عند كام. لو قفل تحت ال 3360 اللي هي نقطه المقاومه، يبقى اللي حصل الصبح مرتين ل 3375 ده اختراق كاذب.